ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو اللي هعرضه لكم النهارده انا كنت مصوراه من 4 سنين، بس حبيت ان انا اعيد تنزيله مره تانية على اليوتيوب علشان لعل وعسى اي بنوته مش ملتزمه بالصلاه او مش عارفه تتحجب او في اي حاجه منعاها او هي بتحاول بس مش قادره، يمكن اقدر ان انا افيدها واكون اخد ثواب، واي حد يشير الفيديو دوت ياخد ثواب هو كمان. الفيديو ده فيه خلاصة تجربتي، يعني الطريقة اللي أنا عملتها علشان أقدر إني أتحجب أو أقدر إني ألتزم بالصلاة، أو إني ما أضيعش ولا صلاة مني، أو لو فاتت مني صلاة أعرف إن أنا أعوضها. وإزاي اتدرجت بالحجاب. يعني انتوا شايفيني دلوقتي أنا حاليا 34 سنة، شايفين اللبس اللي أنا بلبسه في الفيديوهات، شايفين طريقة الطرحة بتاعتي. شوفوا أنا كنت من 4 سنين كنت عاملة إزاي، ومن قبلها كمان هحكي لكم كنت عاملة إزاي. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض، واي استفسار او اي حاجة عايزة تسأليني عليها سيبيها لي في الكومنتات وهرد عليكي اول ما اشوف. السلام عليكم ورحمة الله، عاملين ايه؟ معاكم ندى، والفيديو بتاعنا النهاردة هو فيديو بعيد خالص عن المحتوى اللي انا بقالي كتير ماشية عليه، الخلطات والمكياجات والحاجات دي. هو موضوع مهم جدا لكل البنات. يعني مش عارفة اقول لكم ايه، لقيت ناس كتير قوي على السوشيال ميديا وفي الفيسبوك بيسألوا ازاي اقدر ان انا انتظم في الصلاة. انا يعني بحب ربنا وبحب كل حاجة تقربني منه، بس انا مش عارفة اصلي. كل ما باجي اصلي برجع اقطع تاني. عايزه اتحجب ومش عايزه اتحجب، يعني انا عندي من جوايا ان انا عايزه اتحجب، لكن انا مش بقدر ان انا اتحجب. اعمل ايه؟ بصوا، انا النهارده هحكي لكم تجربتي اللي من زمان قوي. انا دلوقتي عندي 30 سنه، تمام؟ التجربه اللي انا هحكيها لكم دي من وانا في اعدادي، يعني من وانا تقريبا عندي 11 سنه. انا كنت زي اي بنت برضو في السن دوت بتحب تلبس وتبقى بشعرها. كان شعري طويل قوي ساعتها، بحب ان انا ابقى ماشيه بشعري، بحب ان انا البس لبس مكشوف، لبس قصير، جيبات بتاع، عادي يعني. اي واحده كانت في فتره انها داخله على اعداديه، بتبقى داخله على فتره مراهقه وفتره بلوغ، فبتحب ان هي ايه، تشوف نفسها حلوه. كنت كل يوم برجع من المدرسه بتغدى وبنام، تمام؟ فترة النوم بتاعتي دي بتيجي امتى؟ بتيجي قبل اذان العصر بحاجة بسيطة. هو انا كنت بصلي بس كنت بقطع، واجي قبل صلاة العصر بدقيقتين 3 واجري بسرعة على السرير عشان انام، عشان لما الاذان يبدأ ابقى انا عندي حجة ان انا ما صليتش، انا نايمة فما صليتش. فضلت على كده فترة كبيرة، لغاية ما جه في يوم من الايام قدامي في التلفزيون شيخ، والله انا ما فاكرة هو مين ولا اسمه ايه، بس كتر خيره. يعني قال: انت بتقولي او انت بتقول ان انت تعبان عشان كده نايم ومش بتصلي. طب ما تفكر كده ان انت لو قمت من النوم واتوضيت وصليت، ايه اللي هيمنعك؟ مش هتلاقي حاجه بتمنعك، ولا هتلاقي نفسك تعبان ولا اي حاجه. جرب ومش هتخسر. وغيرت القناه وعادي وكالعاده زي ما انا ما بعمل، روحت واتغديت وقبل الاذان ب5 دقايق او بحاجه بسيطه دخلت انام. بس في اليوم ده بالذات انا ما استغرقتش في النوم، ما دخلتش في النوم كويس قوي، وسمعت الاذان بودني، ما كنتش لسه نمت. قلت لا، انا تعبانه، لما اصحى بقى بصلي، او ما يعني لو الصلاه راحت عليا مش مشكله، انا هبقى نمت. لكن لقيت في ودني الشيخ اللي قال: قوم واتوضى وصلي وشوف ايه اللي هيحصل. قلت طب ما انا اجرب، صحيح انا تعبانه من ايه يعني، انا اقوم اتوضى واصلي واشوف، لو انا تعبانه بجد مش هقدر ان انا اكمل وارجع انام. وفعلا رحت قايمه ساعتها، دخلت اتوضيت وصليت، ما لقيتش اي حاجه منعتني عن الصلاه. اتاري اللي منعني من البدايه كان الشيطان. الشيطان بيوسوس في دماغك انه يبعدك عن اي حاجه تقربك من ربنا. ايه اللي منعني ان انا اصلي؟ يعني انا داخله انام، طب ما اروح اصلي وبعدين انام، ايه اللي هيحصل؟ ومن اليوم ده والله العظيم ما اقدرش ان انا اعدي صلاه واحده ما اصليهاش. ولو انا كنت موجوده في الشارع وغصب عني ما قدرتش ان انا اصلي، ما اعرفش لما اروح انام الا لما اخلص الصلاه اللي عليا اللي ضاعت مني. وكمان كان في حجه من الحجج ان انا لو ضيعت صلاه النهارده اقدر ان انا اصليها تاني يوم مع الصلاه اللي زيها. يعني مثلا انا صليت الظهر وجيت على العصر نسيت اصليه، او حصل اي ظرف خلاني ما اصليش، فهاجي بكره مع الصلاه بتاعه العصر بتاعه بكره اصلي العصر بتاع النهارده. فكنت اجي تاني يوم الاقي نفسي كسلانه ومش عايزه اصلي، او اتناسى، انا نسيت ان انا ما صليتش امبارح وصليت الصلاه بتاعه النهارده، فخلاص هعوضها بكره، ولا بعوض ولا بعمل. لغايه اما لقيت فتوى، انا مش عارفه هي صح ولا غلط بس ريحتني والله. لقيتهم بيقولوا ان انت تصلي لما تفتكر الصلاه اللي راحت منك. يعني مثلا انا صليت الظهر وصليت العصر والمغرب راح مني، قلت هعوضه. لو انا صليت العشاء وما صليتش قبلها المغرب، بس افتكرت المغرب اصليه في وقتها، علشان انا مش ضامنه ان انا اعيش لتاني يوم. او ان انا راح عليا المغرب وادن عليا العشاء، ما صليش العشاء الا لما اصلي المغرب قبله. تمام؟ يعني انا راح عليا صلاه المغرب للاسف والعشاء قدمت، اروح داخله متوضيه ومصليه المغرب الاول وبعدين اصلي وراه العشاء.
والله العظيم لو فكرت او فكرتي ان الشيطان هو اللي بيوسوس لك او يوسوس لك انك ما تصليش، اتحداه، اعتبر نفسك بتكلمه، قول له انت مش اقوى مني، انا هقوم وهصلي، هتوضى وهصلي وهعمل اللي انت مش عايزني اعمله، انا عايزه رضا ربنا، مش عايزه اي حاجه تانية في الدنيا. بالنسبه للحجاب زي ما قلت لكم، انا كنت بحب ابقى بشعري ولابسه مفتوح وقصير وبتاع، بقيت اقف في المرايه حاجه تقول لي انت ايه اللي انت بتعمليه، انت كده يعني انت مبسوطه بشكلك، طب هتقابلي ربنا ازاي بعد كده؟ بقيت اتخيل الشيطان واقف قدامي، والله العظيم اعوذ بالله من الشيطان، كنت بتخيله واقف قدامي ويقعد يقول لي بقى لا اعملي التسريحه مش عارفه عامله ازاي، طب البسي اللبس دوت ده هيبينك احلى، طب ده مش عارفه هيعمل ايه. بقيت واقفه كده اقول له انا مش انا اقوى منك، انا مش هعمل اللي انت بتقوله وهتحجب، والله هتحجب. كانت في البدايه كل هدومي مش نافعه خالص مع الحجاب، كنت برضو بتحجب، وكانوا يعني اهلي بينتقدوني كتير، انت ازاي محجبه وازاي لابسه كده. كانت الموضه ساعتها البارتيكولات، البنطلون القصير والباديهات اللي على الكمر وعليها زي بوليرو قصير، ايه اللي انت لابساه ده، ازاي حجاب مع الهبل اللي انت عاملاه. لو كنت ساعتها سمعت الكلام وقلعت الحجاب كنت هفضل لغايه دلوقتي مش محجبه. بس بقيت من ساعتها كل ما انزل اشتري حاجه اشتريها تليق على الحجاب، اشتري هدوم بكم، اشتري هدوم واسعه، اشتري هدوم طويله. في البداية كنت باحب ألبس فيستات تبقى بنطلون جينز وعليه فيست محزق والحجاب من فوق، يا فرحة أمي بيا، يعني أنا إيه الحجاب بقى في اللي أنا لبسته ده، إيه النيلة دي. واحدة واحدة بدأت أدعي في الصلاة وأنا بصلي أقول يا رب كرهني في اللبس الضيق وحببني في اللبس الواسع اللي يرضيك، خليني ألبس واسع وشيك وفي نفس الوقت أبقى راضياك يا رب. كلموا ربنا ان هو انت قاعده قدامه، تخيلي كده ان انت في يعني في مكان شغل وقدامك رئيس الشغل بتاعك، بتقدريه وبتحترميه قد ايه وبتكلميه باحترام. ربنا مش بيتحكم، يعني مش قصدي مش بيتحكم، يعني مش بيكون زي رئيسك في الشغل، ربنا احن علينا من اي حد في الدنيا وبيسمعنا في اي وقت. يعني الكلام اللي ما تقدريش تقوليه في النهار هتقوليه له في الليل وانت ساجده. انت لو دخلتي قعدتي في اوضه وقعدتي تكلمي ربنا من غير صلاه ومن غير اي حاجه ربنا بيسمعك. كلموا ربنا، قولوا له كل اللي انتوا نفسكم فيه، قولوا له كل اللي نفسكم انه يحققه لكم. اطلبوا منه، مش عارفين تتحجبوا قولوا له يا رب انا نفسي اتحجب، انا مش بحب الحجاب بس انا عايزه اتحجب، اهديني، والله ربنا هيهديكي وهتلاقي نفسك اتحجبتي. يا رب انا مش عارفه التزم بالصلاه، ساعدني وخليني التزم بيه. يا رب ارضيني وراضيني، ارضى عني يا رب، قربني من كل ما تحب وما ترضاه وابعدني عن كل ما لا تحب ولا ترضاه. والله العظيم ربنا بيستجيب. وعلى فكره انا مش بنصحكم كده ان انا ملاك وان انا زي الفل يعني داخله الجنه حتف، انا لغايه دلوقتي بدعي ربنا، انا في حاجات كتير بحس ان انا مقصره فيها، حاجات كتير ببقى نفسي ربنا يعني يصلح من حالي ويعدلها لي كده، علشان لو مت في اي وقت ربنا يبقى راضي عني ما يبقاش متضايق مني. يمكن يا رب الفيديو اللي انا اكون بعمله دلوقتي ده يبقى صدقه جاريه على روحي لما اموت، يمكن يفيد اي بنت. والله العظيم انا ابتديت اني اصلي والتزم بالصلاه وبالحجاب بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. تخيلي اعوذ بالله ان الشيطان قدامك وتحديه، قولي له انا اقوى منك، انا مش هسمع كلامك، انا هسمع كلام ربنا وبس. اي حاجه هتطلبها مني هعند فيك وهعمل بالعكس، اي حاجه احس انها غلط وان انت بتوسوس في دماغي عشان اعملها هعمل عكسها وهنتصر عليك وهبعدك عني. هتلاقي نفسك والله العظيم مع دعاك لربنا ربنا بيستجيب للدعوه وان انت حالك اتصلح. وحاجه كمان بقى، هما حاجتين، الاستغفار والصلاه على النبي بالنيه. يعني مش تقعدي تقولي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وانت مش حاسه بيها، لا، قولي مثلا انا نويت استغفر ربنا بنيه ان ربنا يهديني في الامر الفلاني، واستغفري استغفري كتير وانت ماشيه وانت قاعده وانت بتطبخي وانت بتشتغلي وانت بتعملي اي حاجه، استغفري، هتلاقي ربنا استجاب للدعوه. الصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا بيستحي ان انت تصلي على النبي فيقبل الصلاة بتاعتك وما يقبلش دعوتك، فبعد كل دعوة تدعيها تصلي على النبي، يعني مثلا يا رب اهديني اللهم صلي على سيدنا محمد، ربنا هيستحي انه يقبل صلاتك على سيدنا محمد وما يقبلش من ان هو يهديكي. هيحقق لك الامنيتين دول، هيحقق لك الامنيه اللي انت طلبتيها من ربنا، الطلب اللي طلبتيه منه، وكمان هيحقق لك صلاتك على النبي. فيعني بصوا كلامي ملخبط ازاي، والله انا نفسي كلكم تستفيدوا من اللي انا بقوله دوت وتعملوا بيه. يا رب الفيديو دوت بجد يكون نافع ويكون صدقه جاريه ليا انا لما اموت، يشهد عليا كده ان انا كنت بحاول اعمل اي حاجه ترضي ربنا. لو الفيديو عجبكم من فضلكم تنشروه على قد ما تقدروا عشان اكبر عدد من الناس يستفيد من اللي انا قلته. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم مني كل جديد اول باول. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ما شفنا مع بعض الفيديو اتمنى من ربنا اني اكون قدرت افيدكم واني اخد ثواب على اي بنت تسمع الكلام اللي انا قلته وتعمل بيه، واي حد يشير الفيديو من بعدي هو كمان ياخد ثواب.
الفيديو دوّة طبعًا برّه عن المحتوى بتاع القناة، عن التجميل والوصفات والخلطات والحاجات دي، بس قُلت إن أنا أفيدكم، يا رب تكونوا استفدتوا. لو أي حد فيكم استفاد ما ينسانيش بدعوة حلوة، ولكم بالمثل بإذن الله. شكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.